مفيش مشكلة خالص لو استحميت عشانها، ما انت لو عرفت فوائدها مش هتشتكي. ودي مش موجودة في مصر بس، دي موجودة في كل دول العالم. في الصين بيسموها هولوبا، وفي فرنسا بيسموها فينوغريك، وفي الهند بيسموها ميسي. اما في مصر بقى مش انا اللي هقول لكم اسمها ايه، في ناس بيسموها حلبة حصى او مشروب الوالدة، وده لانها بتساعد على اضرار اللبن، كمان بتعالج الامساك اللي بيجي بعد الولادة، وبتساعد على التئام الجروح. والحقيقة ان الحلبة دي مش للوالدة بس، ده فيها كنز علاجي. عارف البذور اللي بتشوفها دي فيها الياف، فيتامين بي، مضادات اكسده، بتدعم الذاكره والمخ، وبتنظف الكبد والقولون. ببساطه كده هي صيدليه متنكره في بذره. بالنسبه لمرضى السكر، هي بتقلل امتصاص الجلوكوز، كمان بترفع حساسيه الخلايا للانسولين، وبتقلل السكر العالي. يعني لو لقيت مريض السكر سكره عالي، قوله الوصفه دي: معلقه حلبه مطحونه، ميه سخنه، رشه قرفه. ولو تعرف حد عنده انيميا، قول له الوصفه دي: معلقه حلبه مطحونه مع عسل اسود وعصره ليمون. ولو الحاج والحاجه مفاصلهم تعبانه، ابعت لهم الوصفه دي: نطحن الحلبه مع زيت زيتون وندهنها مكان الالم. كمان بتحفز هرمون السعاده، وبتهدي الاعصاب، وبتقلل الارق. والمفاجاه هنا ان البذر مش مكانه الزباله، ممكن تضيفه على السلطه، او على الزبادي، او على الجبنه القريش، او تاكله مع توست. بس هي فيها مشكله صغيره، ان هي بتغير ريحة العرق. بس مفيش مشكلة لو استحمينا، ولاجل الورد يتسقي العليق. ولو أول مرة تشوفني، فأنا دكتورة داليا يوسف، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. والسؤال ده ليك أنت: هل شايف إن الحلبة تستاهل إنك تستحمى عشانها؟